حكايتنا النهاردة عن الدكتور أحمد عبد الله زكي واللي ملأ قلبه الحقد والغيرة واللي خلوه يرتكب أصعب جريمة ممكن تسمع عنها واستخدم نص ذكائه بس. الطبيب ده من محافظة كفر الشيخ، والقصة بتاعته بدأت في 2019 تحديدا أول يوم في السنة الجديدة. أصعب جريمة حصلت في كفر الشيخ، الزوج واللي كان اسمه الدكتور أحمد واللي دخل بيته بالصدفة وفتح الباب ولقى عيلته كلها مذبوحة ومقتولة وبطريقة صعبة جدا. الزوجة كانت الدكتورة منى فتحي واللي عندها 30 سنة، وأولادها عبد الله واللي كان عنده 8 سنين، وعمر 6 سنين، وليلى الصغيرة 4 سنين. والدهم الدكتور أحمد كان في حالة من الانهيار بين كل الناس وما كانش مصدق أي حاجة، والناس ما كانوش متخيلين أبدا إن هو ممكن يكون اللي عمل كده. نرجع قبل التاريخ ده ب10 سنين بالظبط علشان نحكي لكم القصة كاملة. في محافظة كفر الشيخ الدكتور أحمد عبد الله زكي كان من عيلة كويسة جدا، واهتمامهم بالمستوى التعليمي وحالتهم الاقتصادية كانت متوسطة جدا زي كل الشباب المكافح، وكان بيحاول يجمع فلوس علشان يكمل الدراسات العليا بتاعته والدكتوراه، وده بعد ما اتخرج من كلية الطب. وأهل الدكتور أحمد طلبوا منه أكتر من مرة إنه يتجوز، لأنهم كانوا خايفين إنه يركز في موضوع الدراسات العليا والدكتوراه وينسى حياته الشخصية وينسى كمان الجواز. واتجوز فعلا جواز تقليدي زي ما بيقولوا كده، جواز صالونات، وتقدم بشكل رسمي لعيلة من البلد، وحصل ما بين العريس والعروسة قبول، وحصل الاتفاق بين العيلتين، وبعدها يحصل الجواز والحب اللي بيقولوا عليه بعد الجواز التقليدي. والاختيار ده حصل على الدكتورة منى السجيني، واللي كانت من عيلة محترمة جدا وحالتها المادية برضو متوسطة زي عيلة الدكتور أحمد. ودكتورة منى وافقت على الدكتور أحمد من الكلام اللي كانت بتسمعه عليه من الناس، وانه قد ايه راجل محترم جدا، وان عيلته كمان كويسة جدا، غير ان درجته العلمية متقاربة جدا معاهم هما الاتنين. دكتورة منى بعد الجواز اكتشفت ان الدكتور احمد ما عندوش اي طموح في حياته، ده غير ان كان عندها مشكلة تانية كبيرة جدا، وهو تدخل عيلته الدائم في حياتهم الشخصية زيادة عن اللزوم، وده كان بيعمل طبعا مشاكل بينهم طول الوقت. وتيجي فرصة ويجي شغل للدكتور أحمد في السعودية، وطبعا الفرصة دي جت لهم علشان تساعدهم في زيادة الدخل بتاعهم بعد ما خلفوا كمان ابنهم، وكانت فرصة كويسة جدا للدكتور أحمد علشان دخله يزيد ويعرف يكمل دراساته العليا ويحصل كمان على الدكتوراه. وسافروا فعلا هما الاتنين على السعودية، ودكتورة منى من هنا قررت انها تشتغل هناك علشان تساعد في مصاريف البيت، وهو كمان كان شغال في المستشفى، وهي اشتغلت في معمل تحاليل طبية، وبعدها كانت بتدي كمان دروس خاصة لبعض الطلبة علشان تزود من دخلها. وكان عندها طبعا طموح وهدف، وكانت عايزة تحقق طموحها طول الوقت، ده غير انها كانت عايزة تساعد جوزها في مصاريف الدراسات العليا لانها طبعا كانت مكلفة جدا. ودكتورة منى كانت ناجحة واتطورت جدا في شغلها سواء في المعمل أو في الدروس الخاصة، وده كان بيضايق الدكتور أحمد جدا لحد ما بقى دخلها أكبر من دخل الدكتور أحمد في السعودية. هو أصلا شخص ما عندوش أي طموح، وكان شايف إن كل النجاح والتطور اللي بتعمله دكتورة منى في حياتها ملوش أي لازمة لحد ما خلفوا ابنهم التاني عمر. وبعد فترة من خلفتهم لعمر ابنهم التاني المصاريف طبعا زادت عليهم أكتر، وفي الحقيقة دكتور أحمد كان حنين جدا على ولاده، وده كان باين جدا في الصور والفيديوهات اللي كانت بتجمعهم طول الوقت. وبسبب نجاح دكتورة منى المستمر ده خلى دكتور أحمد يصر إنها تنزل على مصر علشان تستقر مع الأولاد، واللي غالبا ده كان رأي أهله مش رأيه هو، وعلشان كان من وجهة نظره إن هو بيقنعها إن هم يتعلموا في مصر، لأنه كان شايف إنه التعليم في مصر في المرحلة دي هيكون أحسن. ولأن الدكتورة منى كانت عاقلة ومش عايزة تعمل مشاكل طبعا معاه، فوافقت على النزول لمصر.
ونزلت فعلا واستقرت في مصر. وبعد سنة دكتور أحمد هو كمان نزل واستقر في مصر خلال الفترة دي، وبعد خلفتهم لبنتهم التالتة واللي سموها ليلى. برضو طموح دكتور أحمد زي ما هو، مفيش أي جديد ولا في أي حاجة اتغيرت في شخصيته. ومن هنا دكتورة منى اشتغلت في معمل تحاليل طبية خاص، ودكتور أحمد اكتفى انه يشتغل في الوحدة الصحية اللي موجودة في البلد، حتى مفيش أي سعي انه يدور على شغل خاص علشان يحسن من دخله ومعيشته. وبعدها اشتروا شقة جديدة في وحدة من الأبراج السكنية في كفر الشيخ، وده طبعا كان من تحويشهم من السعودية، وعاشوا حياتهم هناك. ورجعت الدكتورة منى تاني تتضايق من تدخل أهله في حياتهم، وكان تعليقاتهم إنها مهتمة بنفسها وأولادها وجوزها مأهملاه كتير جدا. والحقيقة كل ده ما كانش فارق مع دكتور أحمد، كل اللي كان مضايقه هو الحقد والغيرة من نجاحها ومن تطورها، وكل اللي كان بيضايقه أكتر منها إنها كانت بتعامل أهله بطريقة هو ما كانش عايزها. لحد ما نوصل لشهر 8 وتحديدا سنة 2018، يعني قبل تنفيذ الجريمة ب4 شهور بالظبط، دكتور أحمد قرر في الوقت ده إنه يقضي على زوجته، وإن كل ده علشان يخلص من عقدة النقص اللي كانت عنده، ودايما كان شايف نفسه قليل قدامها. وده طبعا كان عكس الحقيقة اللي هو شايفها تماما، وهو بس اللي كان شايف كده لأنه كان حاسس إنه قليل طول الوقت. وخلال ال4 شهور دول كان عمال يفكر إزاي هينفذ جريمته من غير ما يسيب أي دليل واحد وراه. وكان القرار إن هيدخل السنة الجديدة من غير دكتورة منى، ويختار إن آخر ميعاد في تنفيذ جريمته يكون ليلة رأس السنة. وبالصدفة وتحديدا يوم 27/12 سنة 2018، دكتورة منى بالصدفة البحتة هي ودكتور أحمد كانوا معزومين على الغداء عند مامة منى، وكان بالصدفة أخوها موجود في نفس العزومة، واللي فرحه هيكون كمان 10 أيام بالظبط. وكان بيتكلم معاهم ان هو كان عنده مشكلة في النجار، وانه محتاج نجار علشان يعمل له شوية حاجات في الشقة. وهنا فكر دكتور احمد انه ممكن يضيف موضوع النجار لباقي الخطة اللي هو محضرها في راس السنة، وقال ساعتها في نفس القعدة انه هيشيل الموضوع بتاع النجار ده وهو هيتصرف فيه، وان هو يعرف واحد كويس جدا. ونبدأ نسمع الدكتور أحمد عمل إيه ليلة راس السنة. الدكتور أحمد في اليوم ده قال للدكتورة منى إنه مش هيروح الشغل، وإن هو هيقضي اليوم ده معاها ومع الأولاد، ويصحي الصبح عادي جدا زي كل يوم. ودكتورة منى حضرت له الفطار، وبعدها دخل على أوضة النوم وفتح الدولاب وطلع الجواند بتاعه ولبسه واللي كان شاريه من 4 أيام بالظبط، وجاب رباط من الحبل الخاص بالستاير وربطه حوالين رقبة الدكتورة منى، وكأنه بيضحك وبيهزر معاها، وهي كانت مدياله الأمان ومش متخيلة ان هو ممكن يعمل كده. وفضل يشد في الحبل جامد جدا لحد ما اتخنقت، وكل ده وهي بتحاول تقاوم ومش مصدقة ان هو بيعمل كده. وبعدها جاب السكينة وذبحها بيها من رقبتها. في نفس التوقيت ده بنته الصغيرة ليلى شافت المنظر، واللي عندها بالظبط 4 سنين. ومن هنا ليلى فضلت تصرخ وتعيط بصوت عالي جدا، وهو قرر في الوقت ده انه يتخلص منها هي كمان، فحط بنته في حضنه وبعدها طلع السكينة وذبحها هي كمان، وسابهم هما الاتنين في الصالة. وقعد شوية مع نفسه وفكر كمان في الولدين التانيين، يا ترى هيعملوا ايه لما امهم واختهم ماتوا. ودخل عليهم ومسك عبد الله ابنه الكبير وعمر وذبح كل واحد فيهم وسابهم في اوضتهم نايمين زي ما هما، وخرج وغير هدومه عادي جدا وفتح الدولاب وخد شوية الذهب اللي كانوا موجودين جوه، وجاب كيس كبير وحط فيه الهدوم والذهب والسكينة، وقفل الباب ونزل من البيت. وكل ده عمله بدم بارد جدا. بعد ما قفل باب الشقة وركب العربية وطلع على مكان بعيد ورمي الكيس اللي فيه الحاجات. ومن هنا بدأ يكلم النجار اللي كان هيجيبه لأخو منى. النجار بلغه في الوقت ده انه مش فاضي اليوم ده وهيأجلها شوية. دكتور أحمد يرجع ينفذ الخطة الأولى اللي كان عاملها
أول حاجة يطلع على البنك وياخد رقم علشان يعمل أي معاملة مالية في البنك، بحيث إن يثبت إن كان موجود في البنك. وبعد كده يطلع على محل سمك يحجز سمك ويدفع فلوسه، ويطلب من الراجل يبعت له الأكل على البيت وقت الغداء. وبعد ما خلص كل ده يرجع على البيت وهو طالع على السلم ويسلم على البواب، ويتعمد إنه يعمل كده علشان يتأكد إنه شافه، ويطلع البيت ويفتح الباب مرة واحدة ويقعد يصرخ ويزعق بصوت عالي جدا، وإن مراته وأولاده مدبوحين في الشقة. وساعتها كل الجيران اتلموا، والبواب طلع بسرعة جدا علشان يشوف أبشع منظر ممكن إنسان يشوفه في حياته كلها. وفي نفس التوقيت ده دكتور أحمد جاله حالة قوية جدا من الانهيار العصبي، لكن كل الناس اللي كانوا موجودين كانوا حاسين انهم مش مصدقين ان دكتور احمد كان في الحالة دي، لان حالة الانهيار اللي كان فيها دكتور احمد مش لايقة تماما على قوة الصدمة، لانها حقيقي صدمة مصيبة على اي حد، غير انه كان مركز جدا في حاجات تانية خالص غير موت اولاده ومراته، وهو السرقة اللي حصلت في الشقة. ومش طبيعي ابدا ان واحد في الوضع ده يركز في التفاصيل اللي زي دي ويبلغ عيلة الدكتورة منى اللي تيجي مصدومة من المنصورة. وطبعا بلغ رجالة الأمن والشرطة اللي وصلوا على طول، لأن البلاغ فعلا كان صعب جدا. وبدأت التحريات، وأول ملاحظة لرجال الأمن إن مفيش أي آثار عنف لفتح الباب، والملاحظة التانية السرقة، لأن اللي بلغ عن سرقة الذهب وعن الجريمة هو الدكتور أحمد نفسه. ورجالة الشرطة قالوا إن اللي سرق الذهب كان عارف مكانه كويس قوي، لأنه سرق من الدولاب ومفيش أي آثار عنف أو تكسير، وفي نفس الوقت مفيش أي آثار تانية للسرقة في أي مكان موجود في الشقة، فكده أكيد هو حد معروف بالنسبة للبيت. ورجالة الشرطة في الوقت ده حاولوا انهم يبدأوا في التحقيق مع الدكتور احمد، لكنهم كانوا مراعيين حالة الانهيار اللي كان فيها، والجيران اجمعوا ان كان في خلافات دايما مستمرة ما بين دكتور احمد ودكتورة منى، وصوتهم دايما كان عالي وكانوا بيسمعوا خلافاتهم بوضوح. ورجالة الشرطة من هنا شكوا في ان اللي عمل كده ممكن يكون الدكتور احمد، لكن لما سألوه قالوا انه فطر الصبح في اليوم ده معاهم عادي جدا، وبعدها نزل وطلع على الشغل، وبعدها راح على البنك، وبعدها راح مطعم السمك علشان يحجز الاكل، وكلم النجار في الوقت ده علشان ياخد معاه ميعاد. وفعلا كلموا النجار واتصلوا بيه، ولما سألوه قال لهم فعلا ان الدكتور احمد كلمني بس انا كنت مشغول اليوم ده. وبدأوا يتبعوا خط سيره واكتشفوا ان كل كلمة قالها الدكتور احمد كانت صحيحة، وان هو فعلا كان موجود في الشغل لان الحضور موجود، وانه فعلا وصل البنك وخد السمك. ولما كلموا النجار اللي قال لهم انه فعلا عمل كده اعترف وقال الحقيقة. وطبعا في الوقت ده الأدلة كلها أجمعت إن الدكتور أحمد وقت وجوه الجريمة ما كانش موجود في البيت أصلا، ولأن القضية بشعة وجريمة كبيرة جدا اتحولت ساعتها القضية دي لقضية رأي عام. وفجأة ظهرت دكتورة إسراء وهي زميلة الدكتور أحمد في الوحدة الصحية، واللي كانت الخيط القوي اللي كشف كل حاجة، واللي قالت اللي حصل بالظبط. واللي كمان صرحت ان قبل راس السنة بيوم دكتور احمد اتصل بيها اكتر من مرة على الموبايل بتاعها بطريقة غريبة جدا، وانه عايز ياخد اليوم ده اجازة بس ما كانش عايز يتحسب عليه بالخصم، فطلب منها ان هي اللي تمضيله الحضور، وهي فعلا مضت مكانه. وده المعلومة اللي عرفها رجالة الأمن في الوقت ده، واتأكدوا إن في حاجة غلط، فجابوا دكتور أحمد مرة تانية وواجهوه بكل المعلومات الجديدة. وبعد وقت قليل جدا اعترف إن هو اللي عمل كده وما عندوش أي دافع إن يقتل مراته غير الحقد والغيرة اللي ملت قلبه وضعف شخصيته، وقتل أولاده الثلاثة كمان ما كانش ليه أي تفسير أو مبرر لحد دلوقتي. واتحكم على دكتور أحمد بحكم الإعدام شنقا. استنوني في الحكاية الغامضة الجاية. كان معاكم خلود عادل، سلام.